هذا اللي وراي هو أكبر تمثال لبوذا في مدينة بانكوك كلها. واليوم بهذا الفيديو راح نجي لهذا المعبد اللي يتضمن هذا التمثال الرهيب، راح ناخذ بيه جولة كلش رائعة وجميلة، واحد من المعالم المهمة جدا في بانكوك اللي لازم تزوروها. وبهذا الفيديو راح اسولف لكم كل شيء عنه، شلون تقدرون توصلوا له، وشنو الأشياء الرهيبة بهذا المكان. فيلا ننطلق. أهلا بكم مرة ثانية بيوم آخر في بانكوك. وياي فونو اليوم. They miss you فونو. اليوم رايحين واحد من المعابد البوذية الكلش رهيبة هنا في بانكوك اللي لازم تجون وتزوروها. اسمه باك نام وات باك نام. باك معناتها mouth حلق and نام is water because like it's لأن هو على النهر، فاسمه يعني شلون مدخل القناة. وهذه من المعابد القديمة جدا. هسه راح نروح جاي نمشي بهاي المنطقة الجميلة هنا، وراح نشوف هذا المعبد الرهيب ونراويكم اياه اللي كلش 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 انصح انه تجونه. فهذه هي القناة الجميلة، وذاك هو المعبد إذا جاي تشوفون بيه تمثال مال بوذا كلش كبير، وهذا الراس مالته مبين. وهسه راح نعبر هذا الجسر الرهيب والجميل جدا، وايضا بعدين راح ناخذ جولة بهذا النهر. فالمكان كلش رهيب. انا جاي له من قبل هيك زيارة بسيطة ويا بعض من الاصدقاء العراقيين كانوا زايرين بانكوك، بس اليوم حبيت انتم ايضا اخذكم وياي بهذه الجولة. هاي القناة المائية الجميلة. اتذكر هنا اخذت صور، وحاليا الجو كلش جميل، كهواء كلش عالي، مو كلش باردة بس ايضا مو حارة يعني. احنا هسه في قلب المعبد ورايحين الى المعلم الاساسي بهذا المعبد اللي هو هذا التمثال مال بوذا الرهيب جدا جدا. المكان رهيب بارد، اشجار وخضار، وبنفس الوقت هذه البناء والطراز التايلندي كلش كلش جميل، هيك مذهب، وبهذه شلون البوازه والسبايكي يعني، بس كلش جميل. فهسه احنا بهذه الساحه الرئيسيه اللي هي المدخل مالت هذا المعبد، واكيد وراي تمثال بوذا الرهيب جدا جدا جدا، ضخم بشكل مو طبيعي، ارتفاعه تقريبا 70 متر، وحول هذه الساحه الكبيره. فهذا المعبد الخرافي اللي به هذا التمثال هسه اللي جاي تشوفونه اسمه معبد وات باك نام، من المعابد المهمه جدا هنا في بانكوك، ومن المعابد القديمه ايضا. تأسس بالعام 1600 وشويه. من اقول تأسس طبعا ما جاي اقول انه هو انبنى بهذا الوقت، صارت عليه كل شوي تجديدات وتحديثات. هذا التمثال نفسه هو كملوه بال 2021 اعتقد. بس الفكره مال هذا المعبد والتأسيس مالته يعني بداياته كانت قديمه جدا، قبل اكثر من 400 سنه. كان يحتوي البوذيين هنا، وان ولدت به طوائف كثيره ايضا من البوذيه، ومكان كلش رهيب. هذا هو المعلم الاساسي مالته اللي هو تمثال بوذا رهيب جدا. ولكن هسه راح نتجول باكو اماكن بعد كلش خرافيه ومعابد داخل هذا المكان راح نشوفها. فشي رهيب جدا مثل ما قلت لكم، انا زايره من قبل. بس هسه خلينا ننطلق ونتجول بالمعالم الثانيه والاقسام الثانيه من هذا المعبد. هذا البناء اللي قدامكم هو مو البناء الخاص بالتعبد،
هذا البناء يسمونه باغودا، اللي هو بناء له طراز معماري مميز تلقونه باغلب المعابد البوذيه الكبيره الموجوده في تايلاند. يستخدمونه حتى يحفظون به الاثار البوذيه المقدسه، تماثيل بوذا، تماثيل الكهنه، الصور، وبعض الاثار والادوات والاشياء اللي يستخدموها بالتعبد، وايضا بغرف خاصه للدراسه والتعليم، وايضا ممكن يستخدم كعلامه داله، لان هو بناء عالي جدا ومميز والناس تقدر تشوفه من مسافات بعيده. فهسه راح نشوفه مثل ما جاي تشوفون اكو ناس هناك فوق، بس احنا ايضا راح ندخل لها. واكو هذا مثل الصحن احنا نسميه، الناس تتجمع به، ظاهر جاي يسوون عمليات تعديل وهاي السوالف. بس المكان جدا رهيب، ومن هنا نقدر نشوف تمثال بوذا الرهيب من ورا. تشوفون ايش قد ضخم، بحيث يعني الاطار مال الكاميرا ما اقدر اخليه كله، لازم احرك الكاميرا حتى يبين. حتى ندخل المعبد، طبعا والله حلو هذا الذهب مال تمثال بوذا رهيب. لازم تكرمون ننزع الاحذيه، ما يصير ندخل باحذيتنا. خلينا ندب الاحذيه، نخليها هنا بالكيشوانيه ونصعد. طبعا انا بالجاي من كنت هنا هذا كان كله مرمر، بس هسه شايلينه اللي جاي يرممون، وهذا الجهه حاطين بها المرمر الجديد. هسه احنا داخل المعبد، شوي الاضاءه تغيرت، كان جدا جدا رهيب. شوف السقف شلون هيك مذهب وبهذه الانماط الرهيبه. بس اليوم الظاهر ماكو صلوات، هذا المكان اللي يصلون به. هذا من اجت قبل كان بيه ناس يصلون، ممكن احط لكم الفيديوهات القديمه، بس كلش رهيب. طبعا المكان بمثل المتحف هسه هذا هنا، بس خلينا نصعد فوق اول نراويكم المناظر رهيبه جدا. ممكن نرجع ننزل جوا ونراويكم هذا الجزء من المعبد اللي بيه متاحف، بس انا كلش مهتم انه اراويكم الشغلات اللي فوق. شوف هنا هذه كلها تماثيل ذهبيه، هذول مو بوذا، هذول شلون الرهبان، يعني المؤسسين او الرهبان المهمين جدا. يابا شلون ثلاثه ذول، ثلاثي ذول ثلاثي. هذا حاطين صورته هو قديم، قد يحبوهم بعد. شوف هاي مثل الصخرة حافرين عليها، ناقشين نقش. شنو هاي التفاصيل الرهيبة. شوف هاي الأحجار، شوف شلون ناحتيها نحت. هذاك ايش كبره بعد. الإضاءة كلش جميلة صراحة. يابا شوفوا لي هاي اللقطة، شوفوا هذا المعبد نفسه صانعينه كله من الزجاج. هذه التحفة الزجاجية المذهلة اللي تشوفوها قدامكم مصنوعة من أكثر من 13,000 قطعة زجاجية خضراء مصنوعة يدويا، وتم تجميعها ب 800 طبقة مختلفة، ويبلغ ارتفاعها تقريبا 8 أمتار، ووزنها يوصل إلى 18 طن، واستغرقوا في إنجازها 3 سنوات من العمل المتواصل بأكثر من 30 حرفي ومتخصص بالزجاج. وهي موجودة في قلب هذا المعبد اللي احنا هسه في داخله، ويستخدموها لحفظ الآثار البوذية المقدسة. المكان هذا خرافي كلش. شنو رهيب، الإضاءة الخضراء هيجي تعطيك فد راحة، شيء كلش جميل. بس هسه راح نطلع إلى البلكونة. شوف شلون ضوء الشمس رهيب. يبا
وهذا بوذا منطينا ظهره هنا. هاي يابا شنو هاي؟ شوف شعره سوي سبايكي. طبعا بالمكان هذا هسه احنا بيه ايضا اكو معابد ثانيه. هسه هذا تمثال بوذا همين ضخم ثاني شايلينه هذول الفيله. وايضا تشوف هذه المنارات الذهبيه الجميله، ومنها ايضا نقدر نشوف النهر. فشي خرافي بانكوك، يعني بيها معابد واماكن هيك تحبس الانفاس قد ما جميله، يعني يتعبون عليها على المكان اللي يختارونه، طريقه التصميم وهيك. فشي جدا عجيب وغريب ما تشوفه باي مكان ثاني بالعالم. ومنها هسه صار قدامنا بوذا. شنو هاي حلوه اللقطه هاي. فهسه ايضا راح ننزل جوا ونفتر ونشوف بقيه الاماكن، وايضا راح ناخذ جوله بالنهر وناخذ لنا لقطات كلش رهيبه لهذا التمثال من النهر. احنا هسه ورا هو منطينا ظهره ما يستحي طبعا بس احنا راح نكمل الجوله هذه، فاستمروا ويانا. شوف هاي الجداريه شلون جميله بيها. هذا الكسلان شويه باندا لطيف طيور، وهذا فرس النهر شلون كيوت والله حلو. ما ادري ليش ماكو تكييف، كلش حاره داخل المعبد. There's no AC. Last time it was better. But I think because they're doing some construction, I don't know. ماكو تكييف، حاره كلش داخل يعني بشكل مو طبيعي. هذا المعبد ايضا به هذه المتحف اللي كنا مقبره، ما ادري تحسها قبور هاي بس بس به هذه الشغلات الرهيبه. شوفوا هنا لآلئ، وهاي الكرات الزجاجيه. طبعا بعض الطوائف البوذيه يستخدمون هذه الكرات الزجاجيه للتعبد ولهذه الاشياء، فكلش مهمه بعض الطوائف البوذيه. وهذه كلها تماثيل. هذا اعتقد الكاهن المؤسس لهذا المعبد. ايضا هاي التماثيل، العشرات من التماثيل. هاي شنو هاي؟ مهفات مال بوذا، لأنه يمكن خشب. شوفوا هذا الحيوانات تتعبد له، سلام الله عليه. Out of the wall by hurt himself, starving food and water. شوفوا هاي التماثيل مال بوذا، بس كل واحد ليوم معين. هذا اليوم الأحد، هذا تمثال خاص بيوم الاثنين، هذه الصورة مال بوذا يوم الثلاثاء، وهذه الصورة مال يوم الأربعاء، وهذا مال يوم الأربعاء أيضا ولكن بالليل، وهذا مال يوم الخميس، وهذه صورة بوذا مال يوم الجمعة، وهذه صورة بوذا مال يوم السبت. صديقنا فونو راح يسولف لنا على هذه التماثيل المختلفة مال بوذا، ليش إلى وضعيات مختلفة لكل يوم. So each day is connect with his activity each day. Example like Sunday, sun is the symbol of light, so he will look at the tree for 7 days and no blinking eyes. Or Wednesday is the symbol of traveling and feeding, so it's connect with he's walking around and people give him food from something good, something like that. Yes. Sweating. So hot in here. شوفوا هذا المنبر اللي يقعد عليه الكاهن مالتهم يدرسهم، شلون لطيف وجميل. حاطين صورة هاي الأميرة، واحدة من خوات الملك توفت قبل كم يوم،
خطية، حاطين صورتها يعزون الناس بيها. هنا تشوفون وحدة من غرف التعبد بها مجموعة من الرهبان جاي يرددون صلوات، وأيضا وياهم مجموعة من الناس العاديين. وهذه هي مو صلاة أو تعبد لآلهة معينة أو يعبدون بوذا نفسه، إنما هي ترديد للتعاليم والطقوس والتوجيهات اللي إجا بيها بوذا. وعلى الأغلب هم هسه ما جاي يصلون باللغة التايلاندية، إنما جاي يستخدمون لغة بالي اللي هي لغة قديمة إجت بيها أول التعاليم البوذية. هسه احنا انتهينا تقريبا من التجول داخل المعبد، بس انتم تجون هالمكان مو بس هو المعبد جميل ورائع، ايضا المنطقه اللي حوله، فاكو حوله قناه مائيه كلش حلوه. هسه راح ناخذ بها جوله بالقارب ونشوف المناظر الجميله لهذه المنطقه، وايضا اكو كافيهات كلش حلوه تقعدون بيها تشربون قهوه ترتاحون، وايضا تشوفون المناظر الجميله. فكل هذا الشيء هسه راح اراويكم اياه حتى من تجون هنا مو بس تظلون داخل المعابد، ايضا تستمتعون بالمنطقه المحيطه. وهذا المعبد يا جماعة معبد صغير ومعبد إلمن، شوفوا معبد الخنزير، حاطين هذا الخنزير من الذهب ومسوي له معبد خاص. شوف هذا مكتوب بالتايلندي هنا معبد الخنزير. مو بس يحبون ياكلونه، أيضا يعبدونه. مرحبا، أنا علاوي اللي عنده معلومات أكثر. هذا المعبد الصغير اللي شفتوه للخنزير هو يا أما شخص متبرع به، أو يا أما شيء له علاقة بالثقافة الصينية أو ثقافة المنطقة هذه اللي موجود بها هذا المعبد، لأن البوذية تختلف من بلد إلى آخر، تتأثر بالثقافة مال البلد، تتأثر بالأديان القديمة وبالثقافة الجديدة بهواي شغلات ثانية. ولكن اللي أعرفه أنه البوذيين بشكل عام والتايلنديين بشكل خاص أكيد ما يعبدون الحيوانات ولا يعبدون الخنزير، ولكن يحبون ياكلونه كلش هواي. المهم استمتعوا بالفيديو. هسه طلعنا من المعبد هذه كنا عليها من الساعة فوق، وجا نروح لهاي المنطقة المحيطة، وكان تمثال بوذا ثاني ذهبي كلش رهيب. وراح نعبر على الجهة الثانية من النهر، اكو كوفي شوب نقعد بيها نرتاح نطق لنا قهوة ونراويكم هذه المناظر الجميلة. وبلكي ايضا نصعد قارب وناخذ لنا جولة عشارية في بانكوك. شوف هذا بعد مجمع معبدي بعد أكبر. هذول الكهنة الأوائل اللي اتبعوا بوذا، هذا هو بالبداية، وهذول 9 من الكهنة مسوي لهم تماثيل ويمهم أسود ما أعرف ليش، بس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 كهنة، بوذا هو العاشر. كملت الصورة. هسه راح نصعد بالقارب وناخذ لنا جولة قاعدين يصيحون من جند بالبصرة. ينزلون الجماعة واحنا راح نصعد. اوكي نصعد. هلا الأجواء هذه خالي
باردة، اكو ريحة شوية مو زينة بالنهار، يعني تعبان. بس خوش جولة. هسه راح نفتر ونشوف المعبد من الجهة الثانية. بونو بونو. شيء خرافي، ضخم بشكل مو طبيعي، وهيك الشمس هسه طاقة عليه وقت الغروب. شيء الأجواء. بوذا شو السالفة؟ ليش قاعد تخبط؟ راح نجي لهاي الكوفي، هسه راح نجي نقعد هنا، كوفي كلش حلوة. راح نندعم يبو. Oh, so close. خلصت الجولة. خلصت الجولة، خلصت. والله رهيب، خوش شفنا مناظر رائعة جدا جدا خرافية. والله يستاهل. هسه ايش قد صعدنا؟ 500 بات سعر هذه الجولة. شوية غالي بس لطيفة. شوف هذا الممشى شلون لطيف، أحياء قديمة، هذه شوارع صغيرة شايلة. هاي حلوة هاي البيوتات. هذا بالصيني، هذا كله صيني. براتيت جن كذا بيوت هاي عايشة هنا ناس. هاي الكافيه الجميلة تقدرون تجون تقعدون بيها إذا ما تاخذون جولة بالقوارب، بس أيضا تقدرون تشوفون من عندها مناظر كلش رهيبة لبوذا الرهيب. اكو شغله احب انوه لها، انه هواي ناس يسالون عن السفر، يردون نصائح، يردون واحد يخطط لهم رحله او شيء. تقدرون تحجزون مكالمه وياي خاصه من خلال الرابط على موقعنا الضمني، تلقون الرابط موجود في اول تعليق وايضا بالوصف. تقدرون تحجزون مكالمه بسعر رمزي بسيط، تحجون وياي لمده ساعه، مكالمه خاصه اسولف لكم عن السفر، اذا تردون نصائح، اشوف لكم رحلات جيده، اشوف لكم فنادق زينه. كل هذه الاشياء اقدر اسويها لكم من خلال مكالمه خاصه تحجزوها ومن خلال الرابط اللي موجود جوا. وهنا تنتهي الجوله في معبد باك نام. جوله كلش رهيبه. قلت لكم انا جاي للمكان من قبل، ولكن ايضا استمتعت هسه بهذه الجوله. اول مره اسوي جوله مع القارب، وشفنا هذا التمثال الرهيب والمعبد والتاريخ مالته والاهميه مالته بالنسبه للديانه البوذيه. فكلش جميل، واحد من المعابد المهمه اللي فعلا تستحق انه واحد يجي يزورها. اذا تجون تعالوا من وقت، فجأة الظهر ب3 ب2 احسن لكم،
وظل هنا لحد ما تغرب الشمس، وهسه الجو صار جدا جدا لطيف. فانا صراحه جدا استمتعت بهذه الجوله الرهيبه جدا بهذا المعبد الرهيب وهذه المنطقه الجميله جدا البعيده شويه عن مركز المال بانكوك، فبها هدوء شويه وراحه بعيد عن الهوسه والازعاج مال المركز. واتمنى انتم ايضا استمتعتوا بها، استمتعتوا بهذا الفيديو. فاذا تحبون اكيد سووا لنا لايك، اكتبوا لنا تعليق جيد، وشاركوا هذا الفيديو، واهم شيء تشتركون بالقناه وتفعلون زر الجرس. فشكرا جدا على المشاهده مره ثانيه، ومن بانكوك انا علي السالمي، مع السلامه.